السلام عليكم، اهلا وسهلا. شخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم. هذا الفيديو هذا صورته لكم تقريبا مع الصباح بكري، يلا كينض دابا مع الصبح ولا كيدوي عنا شويه مع ديك 7. كنوض انا بساعه قبل حتى كان باش نتوضا هكا تنقرا شويه تاع القران، داكشي اللي كتب الله، حيت تنكون مدروكه مع الصبح سورتو مع الدراري الا كانوا قاريين. باقي اليوم مع صورت لكم هذا الفيديو نهار الاربع بشويه عليا ماشي مشكل، واخا نفوت السبعة حتى نعرفوهم ما عندهمش ليكول، مي ملي كتكون ليكول كان شويه كنكون مزيره. فاون فوا كنصلي كندخل ديك الساعه للكوزينه، داكشي باش كنفيق دائما قبل باش كنقرا شويه القران على تيسا. وانا كيعجبني نقرا في الصباح حتى تكون باقي الميموار جديده وتكون سبحان الله العظيم مازال ما حيت في النهار كامل كتولي مفتونه. انت بغيتي تخرجي تقداي، انت بتصاوبي لهم هادي بتصاوبي هادي الدراري، صافي كيولي الوقت مفتون. بالنسبه لي انا كنهضر ما كنلقاش بالضبط الوقت فاش نقرا القران الا داك الصباح. سبحان الله كيكون سكات وترونكيل، والصباح كيعجبني الحال كان نقرا فيه زعما مزيان هكا مع الصبح ولا قبل الصبح، كيجي القران هكا مزيان ومنها كيدخل لك نيت للدماغ ديالك. المهم الله يقبل منا. قريت هنايا كما قلت لكم قراتي بين الظلام، راه مازال انا شاعله واحد الضوء خفيف هكا باش ما يفيقوش الدراري، وكنقرا بشويه حتى تيدوي الصبح وصافي. كنوض ديك الساعه كنصلي، عاد ديك الساعه كندخل الكوزينه كنبقى كنوجد لهم الفطور. صافي هنايا من بعد ما صليت الله يقبل جيت هنايا كنحل الريدوات باش شي شويه يدخل الضو، اخر ما كاينش الضو كما تيبان لكم السما مغيمه. هاد النهار هذا تاني قالوا الشتيان تبارك الله، هاد ايامات كاع الحمد لله عليها، الله يجبها على قد نفع، حيت كاينين شي بلايص اللي داروا فيهم زعما صراحه ضروا فيهم الناس. هنايا وجد الفطور دائما انا مع الترموس لانه هي اللي كتخلي القهوه هكاك سخونه مع الصباح. صوبت لهم حريشه. Cosa finisce lo vai a realizzare? No, il n'y a pas d'école. Comment je stalle? Ouais. Vas-y, le piano que tu veux. Hop, 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 hop. Vas-y. هنا راه قطعتها كنوريكم، درتها رقيقه مولفه كنديرها فرديه وغليظه، مي هاد المره درتها هكا رقيقه جات هي مزيانه. صافي دزت البيوت كنجمعهم كنوريكم هنا تبارك الله. صافي بدات الشتا حيت الصباح ما كانتش، مي دابا صافي بدات جا واحد الريح راه تنوريكم، وهذوك لي فولي ديال الشراجم صافي البرد كيدفعوهم. ما قدرتش نحل كاع الشراجم هذا النهار هذا، قلت زعما تيتهووا البيوت، ولكن قلت حتى تحيد مع جات تجي مجنبه كتدخل ليا كاع الفراش وداكشي، سديت يلا حليتها على برا باش يدخل شويه الضوء. تبارك الله كانت الشتا كثيره الحمد لله. ايوا صافي هنايا النهار كما قلت لكم بدا الدراري فاقوا، دخلت غادي نمشي نصاوب لهم الغدا. صوبطو حطيتو في الفران، درت لهم هي واحد اللاطه ديال الحوت مع الخضره ما شاركتش معكم، وصافي دزت هنايا نطوي شي حوايج كنت حيدهم بالليل لانه باش يبدا يسخنوا ليا مع كاين البرد وداكشي، فصافي كيشدوا ديك البروده ما تيبقاوش بحال يلاه فازقين تاني. كندخلهم كنحطهم هنايا حتى يديروا داك الحراره ديال المنزل. صافي بديت كنطويهم ونطوندو يطيب الغدا. صافي تنحط الغدا كيف العاده الروتين اليومي. هنا راه الدراري مقابله جالسين قدامي كيلعبوا، وانا في نفس الوقت كنخدم. المهم كنطوي الحوايج وكنعزل كل واحد باش كيسهل عليا هكا، كل واحد كنحط ليه حويجاتو من ديال يانيس ديالنا نيت حنا تاع سيرين، باش هكا ملي كنبغي نرجع في البلاكارات كيسهل عليا، كل واحد كنهز ليه حوايجو كنرجعهم للبلاكارات ديالو. هنايا دزت باش ندير لهم واحد شويه ديال قلت عرفتي كنت جالسه ما بيا ما عليا وطاح في بالي قلت غادي ندير هما دي غاليت غاتو زوين كيجي الشكل ديالهم، وقلت ضروري غادي نبارطاجيهم معكم صراحه زوينين. وراه شوفوا راه زعما ديك الوقيته نصوبتهم طابو كليناهم في الكوتي
كيتوجدوا نقول لكم في 15 دقيقه، ما كيشدوش زعما لا في الطياب وحتى في الخدمه، ما فيهمش زعما شي حاجه صعيبه. هنايا عندي واحد جوج بيضات اللي درت معاهم واحد ساشي ديال الفاني وشويه قبيصه ديال المليحه. السكر اللي درت هنايا، بالنسبه انا للسكر راه درت واحد 3 معالق كما كتشوفوا هنايا، ومع غادي نضيف لهم العسل يكون زعما زوين. الا ما بغيتوش ديروا العسل ضيفوا السكر، المهم على حسب الذوق ديالكم. مي راه تيجيو هما هادوك حيت ماشي كثيره بزاف العجينه. انا صافي غادي نحرك هذاك المكونات حتى كينسجموا ليا مزيان، ومن بعد ديك الساعه غادي نضيف الزيت. بالنسبه للزيت غادي ندير هنايا كاس الا ربع ديال الزيت، وغادي نضيف لهم القرفه هي اللي كتجي فيهم واعره. جربوهم بهذا المذاق ديال القرفه راه كيجيو خطيرين. انا اول مره درتهم وعجبوني، مع كنت شفت هذه الوصفه وعجباتني قلت غادي نبارطاجيها معكم ضروري. بالنسبه للقرفه اللي ما بغاش ما يكثرش، انا راه درت واحد المعلقه هنايا صغيره ديال القرفه، ولكن عرفتي فاش كيطيبوا الريحه ديال القرفه كتعطي منهم اين فوا كيشد فيهم هذاك الطياب كيبداو كيطيبوا، كتعطي الريحه في الدار ديال الطياب غزالين صراحه ورطيطبين. غادي تشوفوا معايا من بعد الوصفه كيفاش جات. هنايا كما شفتوا راه ضفت واحد شويه ديال العسل حتى هو كيخليهم انهم كيجيو رطيطبين وزوينين. داكشي باش قلت لكم ما تكثروش منه بلوله السكر الا بغيتوا ديروا العسل، سينو ديروا السكر كامل. صافي هنايا من بعد ما جمعت كاع هذوك المكونات غادي نضيف الطحين. بالنسبه للطحين ما نقدرش نقول لكم الكميه بالضبط، انا بالنسبه لي الدوليه نقولوا 3 الكيسان، الكاس الاخر ما عمرش بزاف. مي المهم غادي تضيفوا، انا كما شفتوني هنايا راه ضفت الكاس الاول، ضفت ساشي ديال الخميره. الخميره انا درت هذيك ديال 11 غرام اللي عندي. بالنسبه لكم الا كاينه حتى ديك 8 اللي تيديروا في المغرب راه مزيانه هذيك، انا حيت نفخوا لي من بعد غادي تشوفوهم. هنايا ضفت الكاس الثاني، صافي كنجمع بيديا، كتبقاو كتجمعوا وانتم كتخوي. الكاس الثالث راه كنخوي بشوي وكندير لانه باش ما تقصحش لكم، ما خصهاش تكون قاصحه وفي نفس الوقت ودني ما تكونش تلصق. غادي تشوفوا معايا العجينه، شفتوا اللون ديالها مع ديك القرفه عطى داك اللون ديالها زوين هكا. المهم انا غادي نبقى تنخوي كما قلت لكم وتنجمع، ما تخليوها لا ترتاح لا حتى شي حاجه. هنايا اون فوا تجمعات ليا الحلوه راه هي نسبه بحال الحلواني تقريبا. كما شفتوا العجينه ديالها راه رطبه كتجي صافي نيشان. غادي تخدموها. جبت هنايا اللاطه اللي غادي ندخل الفران وصافي كتاخذوا الحجم ديالكم نتوما اللي بغيتوهم صغيورين ولا متوسطين. كما قلت لكم راه غادي يتنفخوا فما تكبروهمش بزاف، ما اللي بغاهم كبار يديروهم. المهم داكشي الاذواق تختلف. انا درتهم تقريبا متوسطين، درت شي وحدين صغيورين على حسب سيرين حيت ما كتبغيش تكمل ليا الحبه ديالها، فداكشي اش كندير وحده صغيره باش كتجي هي هذيك في القياس. صافي كتكوروا وكتقرصوا في نفس الوقت حيت مع الخميره كيخمروا وكيتنفخوا مع الفران. صافي كنكمل هذه الكميه اللي عندي هنايا كامله كديروها في اللاطه ديال الفران. بالنسبه للفران غادي تكونوا مسخنينه ملي كتكونوا تديروا بحال هاد العمليه غادي تسخنوا الفران، ولكن ملي تدخلوه نقصوا عليه لانه راه غادي يطيبوا لكم دغيا. كما قلت لكم شعلوا عليه من الفوق ومن التحت دغيا كيطيبوا نقولوا 10 دقائق 12 دقيقه ما تفوتوهاش. هنا راه صافي وجدوا، راه نسيت ما وريتكمش المرحله الاخرى شنو درت. بقات لي هذيك الكميه طيبت هذوك الاولين. هنايا من بعد ملي كتقرصوهم كديروا لهم واحد شويه ديال البيض من الفوق دهنتهم صافي كتشرطوهم هكاك بالموس غير الزواق هكا كيجي فيهم هذاك الزواق زوين صراحه. المهم كتشرطوا على حسب اللي بغيتو هكا وصافي كتدخلوهم للفران كيجيو غزالين على مزيناتهم. انا صراحه عجبوني فنين وحتى الدراري عجبوهم بمذاق القرفه حلوين زوينين. ها هما هنايا شفتوا تنفخوا كما قلت لكم. هي الا ما تكثروش، انا حيت صراحه 11 غرام جات كثيره بالنسبه لكميه داكشي باش تنفخوا بزاف وتشققوا ليا مع شعلت عليهم انا من الفوق ومن التحت. هي ما تكثروش الخميره. بالنسبه ل 8 غرام غادي تجي مزيانه هي هذيك، تيجيو محمرين وزوينين صراحه. داك الزواق ديالهم كما شفتوا ديال الموس هو حتى هو اللي خلاهم هكاك مفرقعين جاو واعرين صراحه. هنا راه نسيت ما قسمتش لكم وحده غادي نوريها لكم من بعد. انا راه حطيت لهم الكوتي
حطيت باقي هذاك لي توست اللي صوبت لكم، هذه اللي صوبت معكم في الفيديو السابق، هذه ديك الصغيره لي توست الصغيره اللي كنت قلت لكم راه قطعتها، حطيتها لهم انا، اما الاخرى كبيره راه تكالت. انا درت انا لي واحد كاس المغلي، راجلي بغى قهوه كحله، المهم كل واحد شنو بغى. الدراري حطيت لهم هذوك الياغورت اللي كيتشرب داك داناب، وهنايا قسمت معكم وحده كما شفتوها راه رطبه كتجي زوينه، دايرين بحال القرص ولكن بمذاق القرفه، كيجيو واعرين ما تعكزوش عليهم. صباح الخير. ماما اليوم انا غدت لي ما بقيت صورت لكم بحوالو. اليوم عرفتي ما شاركش معكم هذاك الشيء ديال الصباح وراه الجرا ما نقدرش نصور وهما تيلبسوا وما تياكلوا حتى بالكشيفه باش ياكلوا، بالكشيفه باش يلبسوا. اليوم صباح البرد ويمكن ما تصدقش حتى قالوا مازال هذا الصباح ما كايناش بعدا، واني داياهم دابا. وي يلا سيري. وي Moi je veux que c'est le goût de partager. Je veux venir avec. Tu m'emmènes? واخيرا حطيتهم، سالت المهمه. دابا ديريكسيون الدار. من المدرسه مشيت يلاه بدات كطيح شي شويه، هذه بدات كتنشنش. اليوم قالوا تاني شتيان غادي تكون تبارك الله، هاد الساعه باقي يلاه شي شويه، باقي يلاه كتنقط. بغيت نشارك معكم واحد الدواء ديال الشعر، كنت غادي نشاركو معكم البارح والبارح صافي ما بقاش تيسر لي باش قطعت معكم ملي درت لهم الكوتي. صافي كان عندي شي حوت مشيت غنغسلو، صافي شدني وديك الساعه ديريكت تاني العشاء. الدراري راكم عارفين داكشي تاني اش كيتبعوا، صافي ما بقيتش صورت حتى شي حاجه. دابا غادي نشارك معكم واحد الدواء ديال الشعر باش نحمس نيت راسي. عرفتي انا منيمته وانا حاطاه، ها هو الدواء ديال الشعر. عرفتي راه منيمته وانا دايرهم هنايا، وبغيت نديرو تنقول بلاتي حتى نصورو معكم ونوريه لكم هكا قبل ما نديرو، ومنهانيت باش نحمس راسي، حيت انا من الناس اللي كيعجز على الشعر. بالضبط الشعر كنعجز عليه، حيت عرفتي ديك باش تصوبي الزيت وتشققي راسك وداكشي كيجيني شي حاجه اللي صعيبه شي شويه. زعما اي حاجه نقدر نديرها الا هاد الدواء تاع الشعر تنعكز عليه. كنديرو مره اون فوا كيسالي ليا كنقول صافي اون فوا يسالي نعاودو، وكنمشي كنعكز. غادي نشارك معكم بلاتي نوريكم شنو غادي ندير. هذا الزيت ديال الشعر كتجي صراحه زوينه، كيشكروا فيها الناس بزاف، وكما شفتوا راه المكونات اللي زوينين كينفعوا، يعني عندهم فوائد بزاف للشعر. هكا اللي كيطيح ليه، اللي خفيف، اللي بغاه يطول. المهم ما عليناش، غادي نقول لكم شنو عندي هنايا. عندي هنا الخزامه كما شفتوا راه درت معلقه من كل حاجه، فقط هذه اللي درت منها معلقه صغيره. الحلبه ما بغيتش نكتر منها، هذه درت هنا كما قلت لكم الخزامه معلقه كبيره ديال الحرمل، وعندي هنايا القرنفل حتى هو راه معلقه كبيره. عندي هنايا زريعه الكتان، وعندي هنايا هذاك الحبه السوداء، وهنايا عندي الحلبه، وعندي هنا القشور ديال الثومه. فين ما خدمت بالثومه كنخبي القشور ديالها، حتى راه مخبيه ميكا هذه هزيت منها هاد الكميه. المهم هادو كما شفتوا فين ما تقشروا تحيدوا زعما الثومه تخليو هاد القشور تحتفظوا بهم، راه مزيانين للشعر. هادو اش غادي ندير لهم دابا؟ غادي نجمع هادشي كله، هو غادي ندخلو الفران يكون سخون، غير يديروا لي شي شويه ماشي يتحمروا، ما تحمروهمش، غير كما نقولوا يسخنوا باش يسهل انني نطحنهم. الا بغيتو ديروهم هكا تقدروا ديروهم هكا في الزيت، اللي ما بغاش يطحن يقدر يخليهم هكايا. مي انا بغيت نطحنهم غير واحد شوي باش يطلقوا هذاك المنافع اللي عندهم لداخل، باش بحال كيطلقوا الريحه ديالهم وداكشي. هذه الخزامه باش تجي لينا تغالينا على الحلبه وعلى الثومه، وانفول القشور تاع الثومه راه ما غاديش زعما يديروا، ما غاديش دير الريحه. المهم هادو كلهم كما قلت لكم غادي ندخلهم هي دابا للفران شويه سخون، غادي نطحنهم. شتي دابا هاني هو طحنتهم كما كتشوفوا.
بالنسبه ماشي طحنتهم بزاف حتى ولاو ملكوكين، ها راه مازال طريفات. هي المهم شويه هكا باش يطلقوا ديك الريحه ديالهم. هادو حتى هما راه طحنت منهم شويه، وشي وحدين خليتهم هكا. المهم دابا درتهم هكا في الباماغي كما تشوفوا الكاسرونه، درت فيها الماء كيغلي، ودابا غادي نخوي عليهم الزيت ونخليهم هكا حتى تسخن هذيك الزيت. انا غادي نعمر حتى يتغطى ليا هادشي كله. هو كما قلت لكم راه غير بزيت تاع نوار الشمس، وتخليو هاد الشيء حتى كي يسخن مزيان. ديك الزويته كتسخن فيهم وصافي كديروها في القرعه اللي بغيتو. مازال غنزيد الزيت. انا غنقيس نشوف الزيت سخنات وصافي غادي نحيدها. فوالا ها هي الزيت من بعد ما كملتها كما شفتوا. من بعد ما حيدها من داك الباماغي درتها كما شفتوا، راه درت غير نص قرعه حتى تكمل لي هذه. وديك الساعه عاد غادي غير هذه غتجلس معايا واحد المده، لانه ما غاديش ديروها يوميا كما قلت لكم، مره في السيمانه ولا جوج مرات في السيمانه على حسب. وصافي هي داكشي كله هو راه كيهبط لتحت، كتبقى هي ديك الزويته الفوق. مره كتحركوها باش كتعاود تاني كتخلط هذوك المكونات كيعاود تاني يطلقوا في ديك الزيت. وصافي كتبقاو تتشقوا بها شعركم. غادي نقول لكم وصلنا لنهايه الفيديو. غادي نخليكم ان شاء الله مع فيديو اخر جديد وما تنساوش انكم ديروا لي اللايك. نقول لكم تهلاو ليا فراسكم وبسلامه عليكم.